الفيديو غادي ناخدكم في جولة سريعة ولكن عميقة حول خبر قد يبعث الفخر في قلوب المغاربة. جواز السفر المغربي يقفز إلى المرتبة 67 عالميا حسب تصنيف مؤسسة هنري أند بارتنرز، وهو أفضل مركز منذ أكثر من 10 سنوات. لكن السؤال الحقيقي هو: ما معنى هذا الترتيب؟ ولماذا يعتبر هذا الإنجاز أكثر من مجرد تصنيف شكلي؟ سنتحدث عن الدول التي يمكن للمغاربة دخولها بدون تأشيرة، 73 دولة، وسنقارن ترتيب المغرب بجيرانه في شمال إفريقيا حيث يتفوق على الجزائر وتونس ومصر. ثم نكتشف التأثير الاقتصادي لهذا التقدم، من الاستثمارات الأجنبية إلى دعم رواد الأعمال مرورا بصورة المغرب في العالم. هل يمكن لجواز السفر أن يكون أداة اقتصادية؟ الجواب في هذا الفيديو. ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب والمشاركة مع كل مغربي كي يفتخر بازو أحمر. هل كنت تعتقد أن جواز السفرات مجرد دفتر صغير لا يساوي شيء؟ فكر مرة أخرى، لأن المغرب اليوم كيحرز تقدم تاريخي في سباق جوازات السفر. جواز السفر المغربي قفز إلى المرتبة 67 عالميا في آخر تصنيف لمؤسسة هنري أند بارتنرز، وهذا أفضل ترتيب له منذ 10 سنوات. يعني باختصار الجواز المغربي اليوم أقوى من أي وقت مضى، وكيتيح للحامل ديالو دخول 73 دولة بدون تأشيرة. تتساءل: ما الأقوى في شمال إفريقيا؟ الجواب: المغرب، وبفارق واضح. في منطقة شمال إفريقيا المغرب كيتصدر بلا منازع. جواز السفر المغربي المرتبة 67، التونسي المرتبة 72، الموريتاني المرتبة 79، الجزائري المرتبة 92، المصري المرتبة 85، الليبي المرتبة 95. يعني ببساطة الجواز المغربي اليوم هو الأكثر احتراما وتنقلا في الجوار العربي. لكن لحظة، هل هذا مجرد رقم جميل في التصنيف؟ أبدا، الموضوع أعمق وأقوى اقتصاديا. كلما كان جواز السفر أقوى كانت صورة البلاد أقوى في أعين المستثمرين. جواز السفر القوي يعني ثقة دولية، يعني تسهيلات، ويعني قدرة أكبر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، العقول والكفاءات، فرص الشراكة الاقتصادية. بل حتى المغاربة في الخارج يستفيدوا من هذا التقدم في تسهيل إجراءات السفر والتنقل وحتى إطلاق مشاريع دولية. واش كتعتقد أن هذا هو الحد الأقصى لما يمكن أن يحققه المغرب؟ أبدا، الطريق مازال مفتوح والفرص أكبر بكثير. هذا التقدم هذا جاء نتيجة جهود حقيقية في تحسين بيئة الأعمال، تعزيز الأمن وتطوير العلاقات الدولية. إذا واصل المغرب في هذا الاتجاه فمن الممكن جدا أن نرى الجواز المغربي في قائمة 50 الأقوى عالميا خلال سنوات قليلة فقط. جواز السفر ليس مجرد أداة للسفر، إنه مرآة لقوة الدولة، لمكانتها ولنظرة العالم إليها. فهل نحن مستعدون لنحافظ على هذا التقدم وندفع به إلى الأمام؟ إذا كنت فخور بجواز سفرك المغربي شارك الفيديو ودعنا نظهر للعالم أن المغرب ماض نحو العالم.